الجيش المصري وعلاقته بالشعب، هذه العلاقة التي يتباهى بها المصريون الآن أمام العالم أجمع، فلم يكن اختبارا لهذا الجيش بقدر ما هي ثقة كبيرة لهذا الصرح العظيم، وجاء الوقت لرد لبعض من هذا الجميل. وبنوجه الشكر للقوات المسلحة والمجلس الأعلى وسيادة المشير على الجهد اللي بذلوه في الحفاظ على هذا الوطن. القوات المسلحة دي حامي الدول العربية كلها، مش مصر بس، دي أعظم قوات مسلحة موجودة على وجه الأرض. والحمد لله على اللي احنا وصلنا له، احنا ما كناش نحلم بهذا الكلام. وقفوا معانا وقفة كبيرة جدا في الثورة ولهم فضل برضه. بنتمنى من الناس كلها انها في ظروف البلد فيها دي تقف مع الجيش، دي بلدنا ولازم نحافظ عليها. كل الدنيا كلها لازم تقف جنب الجيش مهما سمعوا عنه ومهما سمعوا أي إشاعات مضادة للجيش. بالحرية والمساواة والعدالة أخذ الجيش صفة الجيش القومي، وهذا ما طبقه جيشنا الوطني خلال أيامنا هذه، وباختيار المكان الذي يعد بمثابة البيت الرسمي للقوة المسلحة تجمع الأوفياء ليردوا بعض من الجميل، كما قالوا مرددين: نحن الشعب الذي اختار وقرر مصيره وحده. انه من الواجب اذا كنا نريد ان نشكر الجيش وان نوجه التحيه له، من الواجب علينا ان نذهب نحن الى بيته، وهذا المكان هو رمزي للبيت العسكريه المصريه، قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات. ولولا الجيش ما نجحت الثوره، وهو اللي اعلن من اول بيان له انه بيساند الثوره. وكانت المفاجأة اليوم في حضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في لمسة هي الأروع للحضور جميعا. عصام شرف مد ايده ما يعرفنيش، سلم عليا. سوف يتوقف التاريخ طويلا امام دور الجيش المصري في انجاح ثورة التغيير، ويجيب عن سؤال هام: هل كان من الممكن ان تصل الثورة الى ما وصلت اليه دون المؤسسة العسكرية؟ ويجيب التاريخ عبر تجاربه بان الجيش المصري جزء من الشعب، ولم يكن ابدا عليهم او سلاحا في يد الحاكم لارغامهم على طاعته. حكمة عبد الحميد، التلفزيون المصري.